أهلا بيكم أصدقائي ومتابعيني الأوفياء. حكايتنا اليوم من دولة الجزائر اللي حصل فيها ممكن يحصل كل يوم مع أولادنا. أهلا بيكم. لا تنسوا دعمنا باللايك وتشجيعا منا للاستمرار في نشر المزيد، واشتراكك في القناة يشرفني. في 2001 اتولدت شيماء سعدو في الجزائر، بالتحديد في ولاية بوم مرداس، واحدة من الأحياء الفقيرة. هناك عانت طول عمرها من الفقر، خصوصا بعد هجر أبوها لوالدتها ورفضه إن هو يعترف بأي علاقة تربط بينه وبينها، رغم إن أبوها مخلف غيرها 24 أخ وأخت ومعترف بيهم كلهم. لكن والدتها كانت دايما بتحاول تعوض شيماء وأخوها، كانت بتشتغل طول اليوم عشان توفر لهم أكل شرب يقدروا يكملوا دراستهم. شيماء كانت مجتهدة جدا في الدراسة، كان عندها طموح عالي جدا لحد سنة 2015 كان بالتحديد عمرها 14 سنة، ودي بداية دخولها سن المراهقة. طول السنين اللي فاتت في حياة شيماء كان أبوها خارج المشهد تماما، ملهوش دعوة بأي حاجة تخصها. والدتها هي اللي كانت متحملة كل حاجة، الأم الأب. لكن شيماء كان عندها شعور بفقدان الأبوة، بالتالي كانت ضعيفة جدا قدام أي حد ممكن يعوضها الشعور ده. من هنا اتعرفت من خلال الفيسبوك على بشاكي عبد السلام المعروف بريان، شاب أكبر منها ب7 سنين عايش في ولاية تانية في الجزائر. للأسف شيماء حبت ريان جدا، بالرغم إن مفيهوش حاجة تتحب خالص، عاطل مش متعلم، فوق كل ده بيعملها معاملة وحشة جدا. هو كمان كان بيقول إنه بيحبها. عرض على أهله إن هم يخطبوها ويجيبها تعيش وسط عيلته، بس أهله رفضوا فكرة الخطوبة، بالرغم إنهم أسرة برضو فقيرة هم كمان. لكن كانوا شايفين إن شيماء وعيلتها من منطقة عشوائية مستواهم أقل منهم بكتير. بس عشان ريان يريح شيماء اللي كانت دايما بتطلب منهم إن هم إما يخطبوا بشكل رسمي أو يسيبوا بعض، فقرر إن هو يتجاهل أهله ويروح يخطب شيماء من أهلها. والدة شيماء كانت ذكية وكانت عارفة إنها كده كده هترفض الشاب لأن بنتها لسه صغيرة في السن، بس حاولت إن هي تحتوي الموقف مع بنتها شيماء وقررت تقعد مع ريان بمنتهى الهدوء. فضلت تقول لريان هتعيشوا فين وبتشتغل ايه وهتصرف عليها منين. ريان كان مستغرب جدا وفضل كده يبصلها لأنه كان عارف ومتأكد إن عيلة شيماء عيلة على قدها، يعني والدة شيماء هتوافق على أي حاجة من غير شرط ولا تفصيل. بس طبعا اتكلم على طبيعته وأصله البلطجي، وقعد يقول لها إن هو كده عاطل وهيفضل طول عمره عاطل على العمل، وإن هي لو حابة تتجوزه كده كده على حياته وهياخدها تعيش مع أهله. قامت أم شيماء رفضت الخطوبة بشكل عام قدامها بنتها وقدام ريان. طلبت كمان من شيماء إنها لازم تقطع علاقتها بيه تماما، وريان كان عامل زي الشيطان اللي بيوسوس في عقل شيماء ومرضاش إن هي يقطعوا العلاقة مع بعض، وفضل متواجد معها باستمرار لحد ما قدر يقنعها بالكارثة الكبيرة. وسنة 2016 أقنعها ريان إن أهله وأهلها هم السبب اللي خليهم يبعدوا عن بعض، وعلشان كده لازم يقضوا على الفكرة دي تماما وإن هم يهربوا مع بعض، وبكده يضغطوا على أهلهم إنهم لازم يتجوزوا. شيماء كانت طفلة عمرها 15 سنة، وافقت بالرغم خوفها وكمان إنها عارفة إنها بتعمل غلط. هربت شيماء مع ريان على منطقة اسمها مرهان. بسبب اختفائها والدتها بلغت الشرطة بعد ما دورت عليها في كل مكان. بدأت عمليات الشرطة في البحث والتحري لحد ما لقوها ولقوا ريان، وعملوا محضر لريان باستدراك قاصرة. رجعت شيماء مع أمها البيت. عدت الأيام بس شيماء كانت نفسيتها وحشة جدا ومش طبيعية، وواضح عليها إنها مخبية حاجة. فضلت أمها تضغط عليها بمنتهى الهدوء عشان تحكي لها مالها، بغض النظر عن هي هتحكيه، هي هتكون واقفة جنبها وتحتوي الموقف. لحد ما شيماء حكت لوالدتها على كل حاجة. شيماء لما سافرت مع ريان أول حاجة سرق كل الفلوس اللي معها، بعدين سرق التليفون، بعدها حاول إنه يتقرب منها بس شيماء كانت خايفة منه ورفضته. قام اتهجم عليها وضربها واعتدى عليها جنسيا بالقوة. أول ما أمها سمعت الكلام ده انهارت وراحت على مركز الشرطة، عملت محضر لريان بتهمة اغتصاب بنتها القاصر. فعلا اتقبض عليه. خلال المحاكمة حاولوا أهله عشان يقنعوها
إن هم يتجوزوا عشان هو ما يتحكمش عليه، وكمان تحمي بنتها من كلام الناس. لكن والدة شيماء رفضت تماما وتمسكت بحق بنتها لآخر لحظة. اتحكم على ريان ب1.5 سنة سجن. خلال الفترة دي عاشت شيماء ووالدتها بتهديد متواصل من أهله. عدت الأيام، والدة شيماء كانت مرعوبة من رد فعل ريان لما يخرج من السجن. خلال الوقت ده كانت بدأت شيماء ترجع لحالتها الطبيعية. كانت ليها واحدة صاحبتها في ألمانيا أقنعتها إن هي تيجي تكمل دراساتها هناك وتشتغل، وكمان هتساعدها. طول فترة السجن بتاعت ريان بدأت شيماء تركز في حياتها. بدأت تدرس لغة ألمانية وتجهز لأوراق السفر. وجه اليوم اللي طلع فيه ريان من السجن، بس حصل عكس توقعات والدتها. ريان ما ظهرش تاني في حياتهم. اطمنت والدة شيماء على بنتها لحد سنة 2020. شيماء طلبت من والدتها ان هي تخرج عشان تدفع فاتورة التليفون بتاعتها، ووافقت امها. خرجت شيماء مرجعتش تاني. امها لما حاولت تتصل بيها كان التليفون مقفول. حست بالقلق على بنتها، بدأت تدور عليها عند اصحابها الجيران، لكن مفيش اي اثر ليها. راحت والدتها للشرطة، عملت محضر بتغيب، لكن قالوا لها ان هم ما يقدروش يتحركوا الا بعد 48 ساعة. رجعت للبيت ومفيش في ايديها اي حاجة تعملها. تاني يوم الصبح جالها مكالمة انهم لقوا شيماء في مكان بعيد خارج ولاية بومرداس، في مكان عبارة عن محطة بنزين مجهول. راحت والدة شيماء، كانت مبسوطة انهم خلاص لقوا بنتها، بس اتصدمت لما قالوا لها انها ماتت. الصدمة الاكبر لما اصرت ان هي تشوفها، وكانت عبارة عن جثة مفحمة تماما. اللي حصل ان الشرطة جالها مكالمة من ريان بيبلغ انه كان مع واحدة صاحبته اسمها شيماء في محطة بنزين. راح عشان يجيب لها اكل، رجع لقى النار ماسكة فيها. شيماء اتحرقت، لكن الشرطة ما صدقتش الرواية اللي قالها، خصوصا بعد اتهام والدة شيماء ليه. وكمان اكيد كده ان هو ليه يد في الموضوع، لانه لا لسه طالع من السجن بتهمة اغتصابها. بدأت الشرطة في التحقيق، وتحولت الجثة للطب الشرعي، وأكدت إن شيماء اتعرضت للضرب المبرح والتعذيب. ده كمان غير الاغتصاب العنيف، كمان إنها سبب الموت. ماتت بعد ما تعرضت ل3 طعنات بسكينة في 3 مناطق حيوية في جسمها. بعدها تم حرق الجثة. الشرطة احتجزت ريان على ذمة التحقيق، وهناك فضلوا يضغطوا عليه، لكن كان مصر على رأيه. قال إن شيماء هربت من بيتها بسبب والدتها، لأنها كانت بتعاملها معاملة قاسية وكانت صعبة جدا، وإنها هي اللي كلمته، وإنهم اتقابلوا في المكان ده. خلال التحقيق وجدوا إن موبايل شيماء مليان رسايل تهديد من ريان، والشرطة واجهته بالرسائل دي كلها. اعترف بكل حاجة. قال لهم لما طلع من السجن كان كل اللي بيفكر فيه ازاي ينتقم منها ومن أمها، فرجع يكلمها تاني. لما لقاها مش بترد عليه بدأ يهددها انه هيقتلها ويقتل امها واخوها لو رفضت ان هي تقابله. لما شيماء خافت على اهلها وافقت ان هي تقابله، وطلب منها ان هم يتقابلوا في مكان قريب من بيته، وكان جايب موتوسيكل مأجره وكان مجهز للموضوع ده. اجبر شيماء ان هي تركب معه، طلع بيها على الطريق لحد ما وصلوا لمحطة البنزين المهجورة. هناك اتعدى عليها بالضرب والتعذيب واغتصبها، وبعدها قتلها بالسكينة لما اتأكد تماما انها وولع فيها. ومش بس كده، ده قرر ان هو يبلغ الشرطة عشان يبعد عنه الشبهات. اعتقد ان ده غباء منه، وخصوصا انه اول واحد هيتشك فيه لأي حاجة هتحصل لشيماء. اتحكم عليه بالحكم المدى الحياة، وده بسبب توقف حكم الإعدام في دولة الجزائر من بداية سنة 1993. بالرغم ان الرأي العام الجزائري وكتير من الرأي العام من الدول العربية طلبت ان هم ينفذوا فيه حكم الإعدام عشان يكون عبرة لغيره، عشان موجود أمثلة كتير كل يوم على شبكات التواصل الاجتماعي، وأكيد مفيش أي واحد هيقبل ان يحصل كده في أولاده. ربنا يحمي أولادنا. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.